السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. اقتنيت مؤخرا هذا الكتاب وهو من غرائب ولطائف الكتب، وعنوانه طرد السبع عن سرد السبع. ما فكرة هذا الكتاب باختصار؟ فكرته كما ذكر المؤلف أن السبعة اختص بها دون غيرها من الأعداد أشياء كثيرة، منها أن السماوات سبع والأراضين سبع إلى آخره، وأشار إلى أن ظاهرة انتشار العدد سبعة هي التي دفعته لتأليف هذا الكتاب، فجمع كل ما له صلة بهذا العدد في العلوم القرآنية وعلم الحديث النبوي وعلوم اللغة العربية والعلوم التاريخية والأخبارية والجغرافية والعلوم الطبيعية، فذكر ما يزيد على 900 فائدة متصلة بهذا العدد في تلك العلوم، وفيه استقصاء واستقراء واستيعاب عجيب. سأذكر بعض الأمثلة. مثلا في العلوم القرآنية يقول: قال تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. قلت المراد به السماوات السبع، وقيل لها طرائق لتطارقها، يعني بعضها فوق بعض. وهنا مثلا قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قلت وتأملوا كيف استطاع أن يستخرج ما له علاقة بالعدد سبعة. يقول: قلت هذه الآية الكريمة 10 لفظات فيها 7 أنواع من البديع، وهنا الشاهد، وهي التعطف وتجاهل العارف والتذييل والمقارنة والتمثيل والتعليق والإيغال. أيضا يقول: قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا الذين اتبعوا الناقة ليعقروها ورصدوها حين صدرت من الماء كانوا 7 نفر. ننتقل إلى علوم الحديث النبوي. يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. روى الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه. انتقل بعد ذلك إلى ما يتصل بهذا العدد في علم الفقه. يقول: مسألة: إذا وقع في الماء الراكد نجاسة ولم تغيره، حكى ابن المنذر وغيره فيها 7 مذاهب للعلماء، ثم ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة. ويقول: ومن ذلك ركعات الصلاة الفريضة 17 ركعة، ثم ذكرها. ويقول أيضا: مساجد البدن 7، وهي الجبهة والراحتان والركبتان والرجلان. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بهذا العدد 7 في علوم اللغة العربية. يقول: ومن ذلك الأمة تطلق على 7 معان، منها الجماعة وأتباع الأنبياء، وأمة رجل جامع الخير يقتدى به، وأمة بمعنى حين وزمان، إلى آخره. أيضا يقول: الآل يطلق على 7 معان، بمعنى السراب والشخص وأعواد الخيمة وقرابة الرجل، وهذا هو الأشهر. والآل من الجبل نواحيه، والآل جمع آلة. ثم ذكر بعد ذلك مجموعة من الفوائد المتنوعة والمتعلقة بهذا العدد 7. مثلا يقول: بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين أبي بكر رضي الله عنه 7 آباء، وهو عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة، ويجتمعان في مرة. هنا مثلا يقول: سنة 7 للهجرة، وبدأ بسرد الأحداث التي وقعت في تلك السنة، منها غزوة خيبر، وتزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفية، إلى آخره. هنا يقول: مسألة من الفرائض تعرف بالخرقاء، وعلق هنا يقول: وصورتها رجل مات وخلف أما وأختا وجدا. الشاهد فيها 7 أقوال، وتسمى المسبعة، وذكر من نظمها، ثم ذكر أقوال الصحابة فيها. الشاهد فيها 7 أقوال. ويقول: وفي القرآن العظيم والله ذو الفضل العظيم في 7 مواطن، ثم ذكرها. ثم ذكر ما يتعلق بهذا العدد بالعدد 7 في ما ورد من الحكمة. يقول: قيل 7 لا تخطئهم الكآبة: فقير
حديث عهد بالغنى، ومكثر يخاف على ماله، وطالب مرتبة فوق قدره، والحسود الحقود، وخليط أهل الأدب وهو غير أديب، ومتحبب إلى من لا يحبه، ومقبل بحديثه على من لا يسمعه. كما ذكرنا، فكرة الكتاب باختصار: ذكر المؤلف أكثر من 900 فائدة في أبواب ومعارف مختلفة متعلقة بهذا العدد 7، مما لا يخطر على بال أحيانا.